بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفسس 1 الله سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. ليه؟ لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته اللي أجزلها لينا بكل حكمة وفطنة. يعني ربنا بفرحة عيننا أبناء بالتبني ليه؟ لمدح مجد نعمته الغنية، نعمته دي اللي أجزلها لينا بالفداء بكل حكمة وفطنة. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكتيرة اللي أحبنا بيها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح وأقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها ليه برضو لكي نسلك فيها. في أفسس 3 الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطل. يعني أنا ليا إنسان باطل أو اسمه إنسان الروح أو الروح اللي جوايا اللي بيتحد بروح القوة اللي هو الروح القدس. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير وهو اللي قال لي أتكلم معاكم عن طريق الإنترنت. النهاردة جزء 50 الأبناء في الأحضان مهما هتكون الأحزان حوالينا. نبدأ بأول جزء. لو حد سألك أنت مين هتلاقي نفسك بتقول أنا اسمي فلان من عيلة فلان ابن فلان. بنعرف نفسنا من خلال جنسيتنا، عائلتنا، وظيفتنا، ممتلكاتنا، لكن كل ده قناع خارجي حواليك. لكن مين انت بجد؟ من غير العالم الخارجي وما حولك من عائلة وعمل وأصدقاء، وتسأل نفسك، أنا عايزة تسأل نفسك أنت في الحقيقة مين؟ سؤال عميق لنفسك. ولو خرجت وقعدت وحدك في عزلة شوية صمت من غير الضجيج اللي حواليك لمواجهة أفكارك ورغباتك واحتياجاتك ومخاوفك، هنا هتسمع نفسك بوضوح. ويمكن لأول مرة في الصمت تجد الحقيقة، وهي إن إحنا بنتمسك بحاجات كتير قوي في الحياة ملهاش لازمة ولازم أتخلى عنها من ارتباطات بأشياء وأشخاص. ده معناه إني لازم أتوقف عن التمسك والاهتمام الزائد بيهم، لكن مش توقف عن الحياة، لكن لازم كمان أنقي جوايا، أتوقف أو أتخلى عن خمير الشر والفساد اللي مستخبي جوايا، أتوقف عن الرذائل زي الحقد والحسد والكراهية والخبث والفساد، وإني أتجمل بالفضائل، أنقي القمح من التبن، أتعلم أفرز الأرواح. وده ما بيكونش إلا في حياتي السكون والهدوء. في السكون أثق إن الحب والغفران شفاء لنفسي، وإن الانفتاح للسماء حرية. تعاملاتك مع الملائكة والقديسين هيبقى طبيعي. الشركة والاتحاد بالروح القدس في إنسان الروح جوايا دي قوة. لو اقتنعت من جواك بكده هيبدأ التغيير أو الانقلاب في حياتك. هتحس بالعالم حواليك بيتفكك، العلاقات تسقط وتتلاشى، مسارات الحياة الأرضية بتختفي. اثبت هنا في مكانك، ما تخافش وما تقلقش ولا تتمسك بالأرض والعالم. هتبص تلاقي نفسك بتدخل في مرحلة من السكون الداخلي في إنسان الروح. إحساسك بهدفك السماوي هيوضح أكتر فأكتر، وهتجد عمق النور الداخلي يضيء لك الطريق العلوي للارتفاع، وهيتولد فيك الأمل والرجاء. ثق إن ربنا اللي أنت مش شايفه هتشوفه. السماء بنورها تشرق، وحياة السماء بدأت جواك. إذن اثبت، ما تستسلمش للجاذبية الأرضية، لأن هنا هتشدك بقوة عشان تنسيك السماء. هتحس إنك بتفقد كل قواك ومتعة. ما تشكش وما تستسلمش لنفسك، استمر في جهادك وفي المرونة الروحية. هتبدأ تحس بالجاذبية السماوية. لو فاكرين اللون البنفسجي حجر الجمشت، الشطارة إنك تستسلم للجاذبية السماوية وللروح القدس وللنور اللي بيملى عقلك. انسى نفسك شوية، احتياجاتك، تخطيطاتك، رغباتك، علاقاتك، محدوديتك. انطلق بروحك بالإنسان الباطل
للعلاء للنور بالروح القدس، وافرد جناحات الحرية. في مراحل الطريق الروحي جزء 3 قلنا إن الإنسان جسد ونفس وروح. الروح هو إنسان الداخلي أو الإنسان الباطن، من له التواصل مع عالم الروح. عالم الروح يعني السماء، هي الحقيقة اللي ما بتتغيرش، وإحنا لازم نرتفع للحقيقة السماوية، نتملي بهذه الحقيقة وننزل بيها نقدم صورة المسيح ونغير الواقع الأرضي بالإيمان. ننزل بالحقيقة الأبدية للزمن المؤقت، ننزل بالروحية للتراب المادي، ننزل بالنور الحقيقي فينقشع الظلام قدامنا في المسيح، نيجي بالملح فيتوقف كل فساد، ننزل بروح القوة الروح القدس ويقف كل ضعف فينا، أقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. الإنسان الروحي يسلك بالروح وبيسجد لله بالروح والحق. السماء يا جماعة أقوى من الأرض، الروح أقوى من الجسد، الروحي أقوى من الملموس المادي، المقدسات أقوى من كل فساد. وبيقول بولس الرسول في رسالته لأفسس إن غنى مجد النعمة ينسكب عليك، يعني في قوة غنية تنسكب علينا إحنا ما نستحقهاش، بس بتنسكب بالروح في إنساننا الباطل، يعني اللي جوانا، يعني على روحي الداخلية، وتعمل فيا ما لا أستطيع أن أفعله. القوة دي مليانة مجد، مليانة طبيعة إلهية من نور ونار وقوة وقدرة، مليانة حياة ومحبة وخلود، يعني أبدية. والنور مليان حكمة ومعرفة وإعلانات، وفي محبته القوية الأبدية مش هيكون في لوم عليك، لأنك تطهر في ناره وإنت في حضوره. بتكلم يا جماعة عن حالة روحية ربنا عايزنا فيها النهاردة مع بداية أواخر الأيام. ربنا عايزنا نرتفع عن الأرض للسماء ونتملي بكل ما هو سماوي، بتبقى السماء دي طبيعتنا، ساعتها نبقى شركاء الطبيعة الإلهية، شركاء الطبيعة يعني شركاء النور، شركاء الحب والقوة، وتنطلق الحياة والمحبة والغنى والأبدية فينا، ونرجع للأرض في المسيح وتنسكب الروح القدس على الأرض كلها بس من خلالك. في الحالة دي هتفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم. يدفع إليك مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب، بهاء إلهنا. بس بيجي إزاي؟ يستعلن المسيح من خلالك كابن ليه لكل الخليقة، وربنا بيشاركك في عمله. الإنسان اللي بعيد عن ربنا ده إنسان أعمى وأطرش وأعرج وأخرس. لما بينسكب الروح القدس من خلالك وإنت في المسيح، ولما يرجع المفديون للأرض في المسيح، يحصل إيه؟ شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. ولو هم سمعوا للكلمة وللوصية وقطعوها، حينئذ ينفتح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، يقفز الأعرج كالأيل، يترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهارا في القفر. يا جماعة ربنا عايزك نور، نجم في السماء، نور في الضلمة، يعكس نور ربنا عليك وتنور للأرض كلها. زمان كنت بفكر في أبونا إبراهيم لما ربنا قال له أولادك هيكونوا زي رمل البحر ونجوم السماء. فكرت في الفرق بين الرمل والنجوم في العدد والوظيفة. هل سألت نفسك هل أنا من رمل البحر ولا نجوم السماء؟ وبعدين لقيت ربنا بيكلم شولاميس ويقول من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجاشب ألوية. وصفها بالكواكب زي القمر في الجمال، زي الشمس في الطهارة، ولما تشوفها كأنك شايفها جاية تنور الكون بنور الصبح الجميل، وهرب قدامها الليل والظلام. وفي نفس الوقت لما تحط رجليها في الأرض هي قوية زي الجيش بصفين، وتتغنى لخالقها العظيم القدير، تمدح مجد نعمته اللي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. وطبعا هي الكنيسة اللي مليانة بولاد ربنا الأحباء لقلبه وبيشاركهم في عمله.
ربنا بينادي الشعب للرجوع ليه في سورة حبيبته شولاميس ملكة السلام. هو شعبه يا جماعة، سواء شعب العهد القديم اللي متشتت في كل الأرض يرجع للسلام الحقيقي، مع شعب العهد الجديد كنيسته الجميلة المسمى للجميع. وبالرغم من كل أخطاء الشعب القديمة والمؤسفة، شايفه ربنا في رجوعه مشرفة كالصباح. وهنا يا جماعة شوفوا معايا قلب ربنا الجميل اللي شايف شعبه كأنه حبيبته، شايفه بجمال عينيه هو، وبطهارة قلبه هو، وبرقة مشاعره هو، وبيحتضن شعبه بحنانه هو. استسلم لهذه الجاذبية السماوية وللنور اللي يملى عقلك. استسلم للحب الإلهي وارجع ليه. اتعلم من حب تغفر وتحب الناس وتجول تصنع خير في الأرض كلها، لكن بحكمة. هو ده اللي احنا بنتعلمه. هويتك الحقيقية جواك في روحك. عيش انت بالحب، بالثقة، بالحكمة، بالقداسة والطهارة. عيش الغفران، لأن الغفران فيه شفاء لنفسك الداخلية. لا تنخفض مع المنخفض، لكن ارفعه بارتفاعك وسموك السماوي، ده إذا قبل الكلمة. عيش الارتفاع والسمو، عيش مسيحك. كفاية اننا نبص على الناس. اهتم بقلبك، كنيستك الداخلية املاها بالفضائل. وزي ما قلنا في الجزء الثاني من رسالتنا، واكسب لنفسك أحجار كريمة. اهتم تنور عقلك وذهنك وتفكيرك بالكتاب المقدس وبنور المنارة الذهبية، الحكمة والمعرفة السماوية بالروح القدس. خليك نور العالم، ملح للأرض. اعكس نور ومجد ومحبة وصلاح إلهك لكل الناس بمدحك لغنى مجد النعمة. كن أنت الابن الملك والكاهن المحبوب لقلب الآب، العمود في هيكل الرب، الغالب بالإيمان المستقيم. من يغلب أجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج خارجا. أكتب عليه اسم إلهي، اسم مدينة إلهي، أورشليم الجديدة النازلة من السماء. منين؟ من عند إلهي، واسمي الجديد. اسم إلهنا هو هويتك الحقيقية كابن الملك السماوي، الاسم اللي بيميزك عن غيرك، وبتاخد هويتك من يسوع المسيح الشاهد الأمين والحق. من يغلب أجعله عمودا في هيكل إلهي. يبقى أنت هذا العمود القائم في المسيح والصاعد فيه للسماوات، وتنزل بنوره، نور المسيح، للأرض. أنت العمود القائم المتحرك على الأرض بالنعمة وتجول تصنع خير. انت الابن المحبوب، اذا انت ليك ميراث، وميراثي هو الرب، ويسمح لي اكون صورته الحية الناطقة باسمه اللي تحمل صفاته واشاركه في العمل على الارض. انت كمان الكاهن العابد لمدح مجد نعمته، نعمة الهنا العظيم، وهو سامع صلاتك. من افواه الاطفال والرضع حيأت تسبيحا، فيبكم العدو ابليس ويخرسه. صوت تسبيح الأطفال والرضع بيبكم إبليس، فما بالك أصوات الناضجين. أنت الملك المحبوب، ابن الملك العظيم لحسم أمور المملكة. اتصرف تصرفات ملوك بلياقة ملك، بحكمة وفهم ومعرفة ملك، بحكمة سماوية مش أرضية، مدرك لقيمة كل كلمة تخرج من فمك والكل تصرف وعمل. خليك مسؤول. اتحرك كملك من فوق الجبل وانطلق وانطق بالكلمة الإلهية. انت قاضي تشرع وتحكم بالعدل بالحكمة. انطلق بكنيسة قلبك المرتفعة في رأس الجبال، فتصير نور العالم، تجاهر بالحق علانية من غير خوف، قائما بالجسد على الأرض، ماشيا بعمودي القوة والثبات يكن بوعز. لكن قلبك ممتلئ بفضائل، وفكرك ممتلئ بنور الحكمة، مرتفع بإنسانك الباطن فوق الجبال العالية، تسبح في جو السماء مع الملائكة والقديسين للجالس في العرش، متحد بيه ومستسلم لقيادته في المسيح يسوع. كنت ثابت وتقدس بالقدوس واحمل سماته. احمل حبه لكل البشرية من غير شروط. بالحب انزل ليهم من غير ما تفقد قداستك أو سماتك السماوية، علشان اللي يقبل ويعمل بصدق يرتفع بروح الله القدوس لأورشليم العليا، فيمارسوا الحياة الجديدة السماوية في المسيح يسوع.
اعلن كلمته لكل نفس وقدم وصيته علشان يعيشها كل مؤمن فينعم بشريعة الحرية. اعلن أحكام المسيح العادلة حيث يخضع المؤمنين من كل الأمم لملكوته وسيادته كسيادة روحية فريدة من نوعها. الحقيقة أنا سألت المسيح فين في الكتاب المقدس حاجة توضح رؤية النهاردة، لقيته بيقول لي سفر زكريا، وعرفت إن في سفر زكريا بالذات في هويتك كفارس وبطل تنطلق للكرازة في المسيح يسوع. سفر زكريا ده سفر الرجاء والرؤى المبهجة للنفس وتشديد الأيدي للعمل الروحي والحركة للكرازة. سفر زكريا من أروع الأسفار. وببص في النتيجة بعد الرؤية بالصدفة لقيت في السنكسار تذكار نياحة زكريا النبي. ابتسمت. كاتب السفر هو زكريا ابن براخيا ابن عدو، والاسم معناه الله يذكر ويبارك في الوقت المناسب. ده الاسم ثلاثي. زكريا هو اللي رجع من السبي البابلي، هو طفل مع جده عدو اللي كان رأسا لعائلة كهنوتية في أول دفعة من الراجعين من السبي مع زربابل اللي أعاد بناء الهيكل. زكريا النبي عايز يقول لنا الله راجع يذكر شعبه بالمراحم والمعونة. ربنا فاكر وعوده وعهوده، هو فاكر كل التعب انت تعبته في أرض السبي أو في الخدمة أو في الكرازة، حتى لو كان مجرد كوب ماء بارد من أجل اسمه. هيبارك في حياتك وفي الحصاد لكن في الوقت المناسب. سفر زكريا ده هو تاني سفر في العهد القديم بعد أشعياء النبي يتنبأ عن المسيح، وتاني سفر في الرؤى بعد حزقيال النبي. أقسام سفر زكريا: أولا في 9 رؤى في الإصحاح من 1 و6، وفي تساؤل حوالين الصوم في الإصحاحات 7 و8، وإسرائيل والعصر المسياني ده في الإصحاحات من 9 ل14. هدف سفر زكريا هو تشجيع النفس على الجهاد الروحي لبناء هيكل الله فيه، وربنا بنفسه يذكر النفس البشرية ليقيم بنفسه الهيكل فيها. شايفين الجمال؟ وبعد ما ربنا يقيم الهيكل في النفس البشرية يدشنه ويخصصه ويقدسه ويظلله بمجده ويشبعه ويرويه ويقويه ويثبته، يباركه ويحيطه بالحب والرعاية والحماية. هاخد من سفر زكريا إصحاح 1 الرؤية ابتداء من عدد 8. رأيت في الليل وإذ برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين القاس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. قلت يا سيدي ما هؤلاء؟ أجاب الرجل الواقف بين القاس وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين القاس وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا اللي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ أجاب الرب الملاك اللي كلمني بكلام طيب وكلمني بكلام تعزية. يسوع هو الواقف بين القاس في الظل، هو الحارس لشعبه في ظل العهد القديم، لأن شمس البر يسوع ما كانش لسه جه للفداء. هو جاي من الضلمة للنور، جاي عبر الزمان، هو ضابط الكون، ولكن لكل شيء عنده وقته. هنا هو راكب على فرس أحمر لأنه ظهر لابس جسد الفداء على صليب الألم، وإشارة للدم والآلام اللي قابلها لتدبير الخلاص. والرب كان راكب على فرس، يعني هو آتي ليحارب إبليس وبسرعة. خلفه خيل حمر وشقر وشهب، هم اللي معون الشعب الله، هم أرواح خادمة. الألوان المتعددة دي للخيل تعني تعدد أنواع الخدمات والمواهب اللي بيقدمها الملائكة دول. يعني في ملائكة بتتحرك بغنى مجد ميراثه حسب عمل قوته. ربنا الملك بيتحرك والسماء بتتحرك، ولما هم يتحركوا الشر ينكسر. هناك حمر إشارة للحرب ضد إبليس وأعوانه زي الملاك ميخائيل، وهناك شهب يعني لونهم أبيض، دول رمز السلام والإعلانات زي الملاك جبرائيل.
والشقر يعني فيهم نقط بيضة وسودة، هم ضد الموت وألوانه. هم بيساندوا الكنيسة في أوقات انتشار الهرطقات والخطايا اللي بتؤدي للموت الروحي. ببساطة يا جماعة، مش بس الملايكة، ده فيه المسيحيين اللي على الأرض اللي بنموهم الروحي بياخدوا درجات الملايكة وبيبقوا زيهم ويدخلوا بينهم. بيطلبوا عن سبي البشرية الحالي في عبودية إبليس. هم جاهزين في المسيح لمعونة شعب ربنا كمان. ألوانهم المتعددة للخيل بتعني تعدد أنواع الخدمات والمواهب اللي هم بيقدموها. بالنسبة للبشر المسيحيين، هناك الحمر دول الشهداء في زمن الاضطهادات، ومنهم شهب لونهم أبيض نوري وناري، يعني لونهم أبيض في النقاء، إشارة للبتوليين والسواح والرعاة اللي بيساندونا بصلواتهم. والكارزين في زمن انطلاق الكنيسة بالكرازة كشهب نارية بالروح القدس. والشهب النارية كمان من يخبرون بالأسرار الإلهية النقية النارية. أما الشقر فدي المنقطة بأبيض وأسود، بيساندوا الكنيسة في أوقات انتشار الهرطقات والخطايا اللي بتؤدي للموت الروحي. هم المعلمين والأنبياء والمدافعين عن الإيمان السليم، وبيثبتوا الشعب في أوقات الضيق في المسيح يسوع. الأبيض في أسود كمان ده زي أصابع رجل تمثال نبخذ نصر، يعني أصابع الخزف والحديد اللي هو في آخر الأزمنة، زمن الارتداد، اختلاط الأبيض بالأسود واختلاف الخزف بالحديد. في الزمن ده ربنا بيحول خرافه لفرسان وأبطال إيمان. وجودك وصلاتك مهمين جدا للمسيح، عشان انت الوحيد اللي ليك السلطان لتحفظ الأرض اللي سلمها ليك ربنا من أيام آدم. وجي آدم فقدوا الإنسان بسقوطه، والمسيح رجع ليك السلطان بدم الحمل على الصليب. اوعى تترك هويتك كمسيحي، صورة الله الحية الفعالة الناطقة على شبه الله ومثاله، والله قدوس. ما تسيبش سلطانك لإبليس وما تسقطش تاني، واصبر مهما كلفك الأمر. وعلى كل أعمال الشيطان بتتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنوفها. ليه؟ لأن الله قدوس هو، فيقاوم الشيطان الله علنا ويهين قدسته في صورته، يعني في الإنسان. بيطمع الشيطان في أن ينكل بالإنسان بكل أنواع النجاسات، لأن بهذا هو يهين الله، ولأن الإنسان مخلوق على صورة الله، وهو الكائن الوحيد اللي ممكن أن يتحد بالله. أنت صورة حية فعالة ناطقة على شبه الله ومثاله. أنت القربان المخصص ومقدس للقدوس وبيجري دمه في عروقك. أنت الكائن الوحيد اللي ممكن تتحد وتثبت فيه بسر التناول المقدس. إذن أنت المراية اللي بتعكس صورة المسيح، ابن المسيح، كاهن وملك محبوب لقلب أبوه. أنت نور للعالم، ملح الأرض، نجم من نجوم السماء، كوكب، عمود ثابت قوي في هيكل الله، إناء مختار للكرامة نافع للسيد. أبطال وفرسان، أنت الهيكل اللي ربنا بيغطيه بمجده وجلاله. عايزة أقول بمنتهى البساطة، إحنا مسيحيين، ربنا بياخدنا خرف وبقدرته يغيرنا فرسان وأسود، بيحول ضعفنا لقوة، يجعلهم كفرس جلاله في القتال. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم. بيجمع الخيل بالصفار. في ناس بتاخد نعمة العمل مع المسيح فيه وبيه وليه، خدام يتبعونه في الطريق ويعمل بيهم بصفة شخصية، رافضين عمل إبليس على الأرض وبيرفضوا سيادته وسيطرته وسلطانه. فيهم غيرة ربنا الحقيقية، غيرة ربنا فيها محبة وحنية ورحمة، لكن بحكمة. هو بيجي يدشن هيكلك ويغطيه بمجده. تعالوا في سفر رحمية، كان في احتفال تدشين الهيكل. عملوا فرقتين من المسبحين بيدوروا حوالين أورشليم بالأفراح وبيشكروا صانع العجائب ويخبروا بأعمال الله الخلاصية معهم وبيتمتعوا بالنصرة. كمان في سفر المزامير مزمور 48، طوفوا بصهيون، دوروا حولها، عدوا أبراجها،
ضعوا قلوبكم على متاريسها، تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيل آخر، لأن الله هو إلهنا إلى الظهر، والأبد هو يهدينا لحد الموت. المدينة كلها شاهدة لإلهها، ويكرزون ويتحدثون عن الأبراج العالية اللي بيقيمها روح الله لكي يختفي فيها المؤمنون ويتحصنوا من ضربات العدو. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. طب إيه معنى دوره حول صهيون؟ واحد، دوران الشعب حول أسوار أريحة زمان بالتسبيح، ده أسقط أسوار الشر. يبقى أسقط كل ذات وأنانية فيا بيحطم أوثان نفسي. إذا الدوران بالتسبيح بيكسر إبليس وجنوده. تاني حاجة، الدوران في الجزء 26 أنا أبوك هو دشن هيكل بنائي، وبالأفراح بنشكر صانع العجائب. تالت حاجة، الدوران كمان إننا بنكرز ونخبر بعمل الله العظيم معانا ومع كل الخليقة وكل البشرية. رقم 4، الدوران بيكون في عكس عقارب الساعة بالتسبيح، أتحصن وأحتمي بالقدوس، بيعديني ويكسر كل قوة الإبليس ويرفعني للأبدية. إحنا كتير في الصلوات في الكنيسة الأرثوذكسية الجميلة بيدور الكاهن والشمامسة بالتسابيح والتهاليل حوالين المسبح والشعب في الدورة، في مثلا زفة الصليب والقيامة والصعود. لو بنفهم طقوس كنيستنا قد إيه رائعة. 5، صهيون معناها الحصن، إلهنا هو الحصن لينا وصخرة خلصنا، والدوران بقى بيكون لإعلان حماية الله لشعبه، بيفصلهم عن الشر وبيرفعهم للأبدية. جميل، حلو خالص. طب إزاي؟ بنقول دايما أنا في المسيح، دي يعني إيه؟ يعني بصوا كده في سفر التكوين إصحاح 1، كان روح الله يرف على وجه المياه. معنى يرف إن هو كان بيحتضن، لما روح الله بيحتضن يعني بيخلق. في سفر الخروج كمان إصحاح 12 في ضربة أبكار مصر كان فيه فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب. طب ده والتاني، ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب، يعني كان فيه 2. يعبر الرب في الأصل هو بيحتضن الرب أولا الباب والشعب اللي خلف الباب، ولا يدع الرب الملاك المهلك يدخل البيوت ويهلك الأبكار، وبكده هو بيحميهم باحتضانه ليهم، فما فيش حد بيقدر عليهم. إذا أنا في المسيح يعني أنا في حضن المسيح، أنا منفصل عن الشر وما يقدرش الشر على المسيح. مش الموضوع مش أنا اللي أنا في حضنه، والمسيح يرفعني معي للأبدية وفوق كل الظروف اللي ممكن تكون حواليا. طيب يلا بقى كده نقدر نشوف الرؤية النهاردة. أنا في المسيح والمسيح فيا. الرؤية النهاردة بمنتهى البساطة، أنا شايفة المسيح جاي من فوق للأرض، والعجيب أنا مش واقفة في الأرض زي كل مرة في انتظاره، لا أنا جاية وراه، وفي وسط مجموعة جايين وراه، وشايفة من ارتفاع الأرض كلها حقول مزروعة وجميلة من خضار وفواكه ناضجة وحدائق ألوانها جميلة بزهور متألقة. الشمس ساطعة ودرجة الحرارة لطيفة دافية معتدلة، لكن حاسة إن المسيح شايف حاجة إحنا مش شايفينها. شوية شوية الدنيا بتضلم ومياه البحر بتعلى، شوية شوية بتعلى قوي وجاية تهجم وتغرق الأرض. لقيت المسيح ماشي مرتفع عن الأرض وإحنا ماشيين وراه خلفه، شاور لينا، إحنا حطينا رجلينا في الأرض، شاور لينا بالدوران حوالين البيوت المنورة بس وبيصلوا. ولقيت العجيب المسيح جوه كل واحد فينا وحوالينا، وكلنا بقينا شكله، هو الظاهر فينا بيمشي ويلمس الأرض بأقدامنا. المهم المنطقة اللي هو ماشي فيها كنت بلاقي المية الكتيرة بتتراجع فورا قدامه، يعني قدامنا، وتفضل المنطقة في خير، والمناطق الأخرى
بتموت فيها الزروع ويخيم عليها الظلام، والمياه القوية بتغرق الأرض. شاور لينا المسيح عشان ننادي المسيحيين. رحت جريت أخبط على أبواب المسيحيين وقال لهم يلا بسرعة تعالوا امشوا معاه علشان تقدروا ونقدر ننقذ بيوتنا من الغرق ومن الظلام والأرض. طبعا لقيت فعلا الناس بتخرج بسرعة يتبعوه، والمياه بتقف وتتراجع قدامه وقدامهم وقدامنا. صلوا واطلبوا لأن الصلاة مقتدرة كثيرا جدا في فعلها. كانت حاجة كده زي الضربات اللي كانت في أرض مصر أيام موسى النبي في أرض جاسان اللي كان فيها العبرانيين. كانت الضربات تيجي على أرض فرعون مصر وما كانتش بتمس الضربات أرض جاسان. معنى اسم أرض جاسان قلنا قبل كده هي أرض الاقتراب. عايزة أقول أولاد ربنا القريبين منه هم في حماه مهما تكون الظروف والضربات حواليهم، بس حافظ على هويتك. وفهمنا ايه هي هويتي وقلنا صلوا واطلبوا تجدوا. الناس القريبين المسيح بيقول في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. التركيز في الرؤية كان على الأقدام والحركة. ربنا يدعوك أن تقف في المكان اللي هو عايزك تقف فيه للنصر على أمواج الشر الهجمة على أرضنا. لو بصفة شخصية مثلا ممكن يكون عليك هجوم إحباط، مرض، شك، تشويش، اكتئاب. إبليس عايز يسرق فرحتك وسلامك، هو كذاب وأبو الكذاب. أقف وتمشى مع ربنا مهما كنت. إذا كنت بعيد ارجع لأرض الاقتراب بسرعة. في كمان المزمور 82 بيقول الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ الأشرار دول لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، وبسببهم تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. قال الله لموسى ها أنا أقمتك إلها على فرعون، أنا جعلتك إلها لفرعون. السيد المسيح استعمل نفس الآية دي مع اليهود في إنجيل يوحنا، وهي كنبوة عن المسيحيين اللي هيصيروا أبناء الله وبنو العلي كلكم. ربنا عمال يعني شايفين من أول الرسالة وإحنا عمالين ندخل من حاجة لحاجة، وربنا عمال يرفع ويرفع ويرفع في الإنسان جدا. إيه الارتفاع اللي بجد يعني أنا من جوايا شخصيا حاسة إن أنا ما استحقش أي حاجة من الارتفاع اللي ربنا بيعمله معانا ده. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، ودي برضو هويتك في المسيح يسوع. أنت ابن العلي، اخترت العلي مسكنك في مزمور 91. الأشرار لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، وبسببهم بتتزعزع كل أسس الأرض. معناها إنهم بيفقدوا الاستنارة وراجعين تاني النهاردة وهيفقدوا رشدهم وبيفقدوه وبينكروا المسيح، والضلال بيكتر وهيفقدوا ثوابهم كمان وكمان في وقت ضد المسيح. لكن الخلاص قريب، يعني خلاص قربت تنتهي سنون العبودية وسبي البشرية في إيد إبليس. بتتزعزع كل أسس الأرض زي ما انتم شايفين، في فيضانات وحروب وزلازل، وده طبعا غير فساد الإنسان اللي بدأ يملى الأرض، اللي بدأ يحلل لنفسه كل الشر. وفي بعضهم هنا في بلاد أوروبا فاكرين إن الشر ده هو الطبيعي في حياتهم، لكن طبعا ده مش الطبيعي في حياتنا أبدا. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، مش معناها العبادة، فالعبادة لله وحده، لكن أنت اللي بتعكس صورة الإله للناس. إزاي؟ بتعلن وجود الإله، زي داود لما قال مثلا لجولياط هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك فتعلم كل الأرض إنه يوجد إله لإسرائيل. كمان بتاخد من الله السلطان وتنطلق بالكرازة، يصبح ليك سلطان على أرواح الشر والأشرار، سلطان على المرض وحتى على الموت. اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، خرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا اعطوا. ما فيش وما بقاش للمادة وكل ما هو مادي أي سلطان عليك. مجانا أخذتم مجانا اعطوا.
ده لأن اللي انت أخدته وهتديه غالي قوي فوق وأعظم من أي مقابل مادي، لا يقدر بتمن هنا على الأرض. يا ريت نقدر إحنا هذه العطايا الغالية والثمينة اللي ربنا بيديها لنا. لو أنت بتعلن وجود الله دايما في حياتك وبتملى نفسك بكلمته وفكر الله، ده لأن ليهم سلطان على نفسك اللي هي الكلمة والفكر، بيبقى على نفسك الأول وعلى الآخرين معاك، وربنا بيخلي الناس يخشونكم. ده زي داود وجولياط، وزي دانيال ونبوخذ نصر، وزي إيليا النبي وأخاب وإيزابل، وزي موسى وفرعون. لكن أوعى أنسى إني إنسان وهموت وربنا هيحاسبني، وأخاف جدا من الكبرياء. وعلى كل الله يجد راحته ويسكن في المتضعين بس. أنا في المسيح والمسيح فيا. المسيح قام عشان يدينا حياته الأحيا بها إلى الأبد. هو إلهي وما فيش غيره إله، مثلث الأقانيم. وأنا مسيحي وبفتخر ولي الفخر. اسمحوا لي أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس وأسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة والسيادة والرئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي، من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. آمين.